كده خلصنا يا حبايبي الديك اللي حشيته معاكم، وملوخية، والسرفيس الجميل ده بدنجان مع طماطم مع خيار مع فلفل. ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ كل سنة وانتم طيبين جميعا. عايزين نعمل فول بقى عشان رمضان. في ناس طالبينه مني فبيقولوا لي الفول بتاعك ما بيسودش ليه يا ماما سوزان؟ قلت لهم هعمله يوم وقفة رمضان ان شاء الله وهوريه لكم. كده عصرت ليمونة، لازم تنقعيه مش اقل من 2-3 ويا حبذا لو نقعاه من بالليل. هسيبه بقى في المية السخنة دي على قد ما اقدر، وبعد كده هبشر جزراية وهوريكم التكات اللي بعد كده، وعدس وفول مدشوش. فاصل ونواصل. اللي في الحلة ده ورق خس، واللي في الازازة ده ورق عنب. هعمل ورق عنب على خس، فقلت اوريهولكم وهو في الازازة. ده من السنة اللي فاتت، بقاله سنة عندي. هفتح الازازة وهطلعه وهديله مية، انقعه في مية سخنة كده 3 دقايق واطلعه، يعني مش هنطول عليه. وتروحي حطاه في مية ساقعة على طول. هو ورق الخس لازم اما تدبليه تحطيه في مية ساقعة عشان ما يتهريش منك وانتي بتحشيه. هعمل دقيت ورق عنب كده مع ورق خس وفلفل. فطبعا مش عايزين نكتر اكل عشان خاطر الظروف الاقتصادية اللي فيها البلد، وربنا يرفع الغلاء والابتلاء عن أمة محمد. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. فاصل ونواصل. وانا عندي الصلصة متجهزة في الفريزر متصلصلة، يعني هدوبك هنخرط الخضرة على الرز وهنعمله محشي بشكل كده يا حبايبي. عملنا تسبيكة المحشي اهي. هنعمل محشي ورق عنب ومحشي خاص. والازازة اللي انا كنت شايلة فيها ورق العنب ابتكار جديد من ابتكارات ماما سوزان، ودي الخضرة بتاعتها مغسولة. ان شاء الله هنجهز الحاجة دي كده بالليل. وهنا ده عدس على فول مدشوش، هنركنه بعيد بقى كده، مش هنحطه على الفول دلوقتي. هنقرب بقى ايه الفول اللي احنا نقعته اكتر من 3 ساعات. فهعبيه بقى بكوباية كده، خليكم معايا. حاطه مية على البوتاجاز اهو. هوريكم بس المحتوى اللي هيتحط عليه. جزر مبشور وعصر ليمون. انا عصرت ليمون على الفول في النقعة، وفصين توم وقرن فلفل ماشي. وكان عايز طماطمايه كمان، بس الطماطم خدتها عملتها كلها، وبقيت الطماطم شلتها في الديب فريزر متصلصله عشان ما تبص في الثلاجة. ده فول بقى لوز اللوز. لو جربتوا طريقة ماما سوزان هتدعولي. عشان نخلص، عاملة مية في الكتل. بسم الله. هنغلي غلوتين بتاع 10 دقايق كده، وبعد كده هنزل بالفول. لكن هحط الجزر، بشرة جزراية مع توم مع فلفل، ولو عندك طماطم حطي، بيديله طعم جميل. والجزر ده بيخليه يبقى اصفر واحلى من بتاع المطاعم. كيس الفول دلوقتي ب10 جنيه، لا يغني ولا يسمن من جوع. هنحط عليها الغطا بقى تغلي غلوتين 3، ونروح نازلين بالفول المدشوش والعدس، ونهدي. لو عندك سخان، انا عندي سخان بالكهرباء ممكن اطلعه واحط القدر عليه على مهله لغايه السحور، يبقى طازه وزي الزبده. ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس
واللي ما اشتركش فضلا وليس امرا يشترك. وانا بجهز اهو للمحشي، وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين اجمعين. كل سنه وانتم طيبين. فاصل ونواصل. معايا حشو. حطوا البهارات بقى اللي انتوا بتحبوها. انا حاطه بهارات فراخ، وحاطه فلفل اسود وملح، بس كده عشان ولادي ما بيحبوش الحبهان والقرفه والحاجات دي، يعني كل واحد بيحط الحاجات اللي اهل بيته بيحبوها. معايا هنا بصلايه ومقطعه عليها حته فلفل حراق، مرضتش ازود برضه عشان ميبقاش حراق، وطماطمايه صغيره. هطحنهم بقى هنا في الكبه عشان هنحشي بيهم ديك. انتوا عارفين انا بعمل ديك يا بط، بس ولادي مش بيحبوا البط يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بيهم في الكبه كده وهطحنهم وهرجع لكم تاني. كده يا حبايبي فرمت البصل على حتة الطماطم والفلفل الأخضر على الفلفل الأسود، وحطيت دي معلقة سمنة بلدي على معلقة زيت، بتقلبيه كله ني في ني كده. في ناس بتشوحه على البوتاجاز، أنا بغسله كده وبعمله. أصل أنا هعمل الديك في كيس حراري، فالكيس الحراري بيسوي يعني بسم الله ما شاء الله عليه. هوريهولكوا دلوقتي. أنا جايبة حجم كبير ياخد ديك رومي، ياخد ده كربط كبير، جايباه اكبر حجم. ما كنتش بلقاه بس الحمد لله لقيته المره دي. لازم تدعكي البصل كله كده في قلب الرز مع السمنه مع الزيت عشان يتشبع كله من بعضه، وبيبقى طعمه جميل جدا. جربوا كده الطريقه دي ني في ني، ولا تشوحي ولا تعملي حاجه، بيطلع ريحته جميله وريحه البصله نيه فيه. لكن في ناس بتصفر البصله وتروح حاطه فيه، بيبقى فيه ريحه البصله المتحمره المتقليه. احنا عايزين رز حشو كده فريش اهو يا حبايبي. ادي الديك اهو، انا متبلاه بالملح والفلفل والبصل وحاطه فيه بصل اهو، شايفين؟ يعني لازم اركن الفراخ بتاعتي دايما بالبصل والفلفل والليمون. الليمون برضو بيديله طعم حلو جدا. انا هستعمل ايدي. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. وتفرقي بقى الرز كده في الجناب عشان ما يطرشقش من النص، وهنا بين الورك وبعضه وتحطي وراه برضو كده في الحتة اللي هي دي. نكلم بناتنا الصغيرين اللي داخلين لسه على جواز اهو. تودي كده بصباعك كده في الورك عشان الورك راخر يبقى فيه رز اهو. عشان واحدة طلبته مني قالت لي وريهولي بتعمليه ازاي، كانت بتحمر البصلة وبتقولي بالرز بيطلع طعمه متقلي. قلت لها اوريكي بقى رز بتاع الشرقوة اهو. في القلب برضو يا بنات تحطوا رز كده اهو. كده يا حبايبي خلصنا الديك الهمام. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الكيس ده ياخد 2 3 بسم الله ما شاء الله. يعني لو عندك ديك رومي ياخده مرتاح. بصوا المسافة قد ايه. تقرطي كده على قد ما تقدري، وندقي بقى كده في الصاج كده عشان ياخد راحته. هنعمل نولع الفرن بقى. هو معمول على درجة حرارة خليها 200. بسم الله الرحمن الرحيم. هشيل دي كده خالص. بسم الله الرحمن الرحيم.
المفروض اعمل افتح فتحة كده، بس هسيبه شوية كده وبعد كده ابقى اعمل له الفتحة. فاصل ونواصل. وكده يا حبايبي معايا بدنجان. هتقولوا لي تخين ليه؟ ده بيبقى كله لحم جميل جدا. هنعمله مخلل، هنقليه محشي، يعني لازم جنبه بدنجان. وفي اللهم صل على النبي هنعمل ايه تاني يا لولو؟ هنعمل ايه يا مريم؟ ملوخية. فطبعا مش عايزين بقى نعمل حاجات كتير عشان خاطر من ناحية حرام والتبذير والحاجات دي. والأسعار الغالية، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. تشقي من النص كده عشان طبعا هي حتة تخينة، عشان ايه تستوي معاكي، وفي نفس الوقت هتحطي فيها التوم والحاجات اللي انتي بتعمليها دي كلها بتبقى لحم. هقليهم. وانا عندي عاملة مخلل عشان بدنجان، عاملة مخلل عشان رمضان. معلش بقى الصيام والواحد ساعات بيهنج كتير، اعذروني. كله كده تشقيه كده من النص وتخليها تخينة كده تبقى فيها لحم. لو كبيرة ممكن تعمليها 3 قطع زي دي كده. برضه هشقها. عاملة محشي ورق عنب وخس وفلفل. انا وريتكم الازازة امبارح اللي كنت حاطة ورق العنب في الازازة، عشان واحدة برضه صديقة قالت لي بيوريهولي من السنة للسنة. كانت والدتي زمان والله ما كانش عندنا لسه تلاجات من سنين طويلة، قبل ما الناس يجيبوا تلاجات وحاجات. كنا بنحفظ ورق العنب ده، لان كان عندنا عنبة في بيتنا بتوزع منها للحبايب، وكان بيبقى كتير غزير. كانت بتعبيه في ازايز وبتعمل الهريسة والصلصة من السنة للسنة في الازايز بتاعت قهوة وأدفينة. الناس اللي هم من سني عارفين مصنع قهوة وأدفينة بتاع الشربات والحاجات دي. وكانت بتترس بقى حاجة اسمها كلاحة بتاعت الذرة دي في قلب بوز الازازة عشان تحبك، وتحط على وشها زيت. كان بيدن الازايز دي من السنة للسنة، حفظ طماطم وحفظ فلفل. فاحنا وارثين التدبير المنزلي ده من والدتي رحمة الله عليها. معايا فلفل هنا اهو هقلي منه، وعشان ما اقرفكمش بقى هحطه في الاير فراير او اقليه اما اشوف بقى تبع المزاج. هرش عليه ملح واركنه لمدة ساعة كده، وبعد كده هقليه. فاصل ونواصل. كده يا حبايبي خلصت البدنجان، لعل وعسى يعجبكم. وقطعت طماطم خللتها بنفس الدقة بتاعت الفلفل والليمون والحباش بقى اللي انتوا بتحطوها حبوها حطوها. واللهم صل على النبي. هنا بقى معايا ورق العنب، ورق عنب وورق خس وفلفل. وهنا عندي المرق اهي هسقيه، وعامله له كمان ميه كده بدقه عاملاها جميله بليمون. اوريها لكم اهي. طماطم مع فلفل مع توم مع ليمون. هحطها الاول هسقيها للمحشي، وبعد كده ازود كبشتين بكبشتين. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، يعودوا علينا وعليكم رمضان بخير وعلى أمة الإسلام جميعا. معلش بنتي كانت بتصورني بس دخلت تصلي العصر، هي اللي مصوراني في الأول. كان نفسي أوريهولكم وأنا بحشيه، بس أنا عملته معاكم كتير. بعمل التسبيكة بتاعتي ني في ني، وبرضو لازم يبقى فيه بصلة، في قرن فلفل مع الخضرة فريش غير التسبيكة. ولو عندك كوسة حطي كوسة وحطي خضرة كتير عشان يبقى المحشي دايت كده، ميبقاش كله رز. وبحط في القاع تحت عروق زي اللي على الوش دي، عروق الشبت والبقدونس والكزبرة. حطيت فصين توم، التوم مع الفلفل مع ورق العنب والخس بيدي طعم جميل جدا. لكن مع الكرنب ما بحطش ولا البدنجان، فكل واحد بقى ليه مزاج.
والشوربة دي هسقي منها المحشي وهعمل منها ملوخية. وكده يا حبايبي ده الديك اهو في الفرن كما ترون. بس فيه طلع حبة رز في الجنب دول، بس قطعت الكيس كده وغطيتهم وفتحت الكيس شوية عشان ايه يتحمش اكتر، يعني اولادي بيحبوا محمر. اوريهولكوا بقى لما الفينش الاخير على السفرة باذن الرحمن ما يدن المغرب. كده يا حبايبي طلعت كيس ملوخية اللي انا مفرزاها، لسه فيها حتة جامدة كده. شعرة كربوناتو هنقلها يا حبايبي هنا على السخونية كده تفك على ما اعمل تومة والحتة سمنة بلدي ومعلقتين زيت. اوليها برضه عشان خاطر لسه مطلعاها من شوية، نسيت اطلعها من بدري. فيها حتة نضرب عصفورين بحجر. هنا المحشي اهو بيتشرب، قربت اطفي عليه. حطيت له ليمون وثوم ومعلقتين صلصة وعصير طماطم وحتة بصلة برضو فريش عشان تدي للمحشي طعم حلو. كل سنة وانتم طيبين، يعود علينا وعليكم بخير وصحة وسعادة يا رب. هنا معلقة كزبرة ومكعبة مرقة دجاج عملتها معاكم قبل كده، اللي عايز يعرفها يشوف مرقة الدجاج على الصفحة بتاعتي ويشوفها انا عاملاها ازاي. حاجة بيتي جميلة، بس ما تحطيش المرقة والكزبرة الا ايه قرب ما هتطفي على الطشة. سكر مفوش بقى على الريحة. اوعى وشك، انا هطفي عليها بقى كده وقبل المغرب هديها تسخينة عشان خاطر تكون فكت. فاصل ونواصل بقى وايه وتشوفونا في الفينش الاخير في المحشي المشطشط الجميل ده. مقطع عليه طماطم عصير وطماطم فرنشات فوق وتحت، زائد التسبيكة 100. بكم في الله، وما تنسونيش في اللايك وشير وتفعيل الجرس. كل سنة وانتم طيبين. وكده حبايبي خلصنا الفول اللي دمسته معاكم. 5 اكياس خدنا امبارح يجي كيس اتسحرنا منه، وده برضو كيس، وهنا 5 يعتبر 7 اكياس. بصوا 7 اكياس بسم الله ما شاء الله قد ايه. الواحد بيجيب معلقتين قد كده ب5 جنيه من المطعم. كل سنة وانتم طيبين. وده بقى بدنجان فاتح للشهية مع خيار مع فلفل مع طماطم مخللة، عاملاه عشان ياكلوه مع المحشي والملوخية. وكده خلصنا يا حبايبي الديك اللي حشيته معاكم وملوخية، والسرفيس الجميل ده بدنجان مع طماطم مع خيار مع فلفل. وده بقى السرفيس بتاع المحشي ورق عنب على محشي خس، وحط عليه طماطم وليمون وفلفل. وده بقيته. ومعانا ملوخية الجبارة الجميلة بتاعت ماما سوزان
كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، واللي ما اشتركش فضلا وليس امرا يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.